كم مرة خدت قرار صارم مع نفسك او اتهيأ لك انه صارم انك تبطل تمسك الموبايل كتير مثلا، وبدل الوقت اللي تمسك فيه الموبايل ده تقرا كتاب، او انك بدل ما بتصحى 12 الظهر تصحى 8 الصبح وتنزل جيم قبل ما تبتدي يومك؟ وغالبا قرارات وحماسة الشباب دي بتبقى دايما في شهر ديسمبر في اخر السنة، وتفضل تقول لنفسك انك هتدخل السنة الجديدة بعادات كويسة ومفيدة، وهتبطل العادات اللي انت ما كنتش راضي عنها في السنة اللي بتخلص. يوم 1 يناير الساعة 2 الظهر تبقى نسيت كل الكلام ده. الكتاب ده بيجاوبك انت ليه بتعمل كده بالتفصيل. تخيل في الاول كده انك كابتن طياره وعايز تطير من نيويورك للوس انجلس، وقبل ما تطير ظبطت بوصله الطياره بتاعتك 3 درجات بس ناحيه الشمال، يعني حاجه لا تذكر، وكملت عادي في نفس المسار اللي المفروض تطير فيه. هتلاقي نفسك في النهايه وصلت المكسيك. نفس المغزى بتاع القصه دي بينطبق على العادات بتاعتنا. التغيير الصغير اللي هتعمله ويبان لك تافه هو اللي ممكن يغير لك مسار حياتك بطريقه انت حتى مش متوقعها. هتاخد بالك من التغيير ده بعد سنين لما تبص وراك وتلاحظ مدى التغيير اللي حصل، سواء كان حلو او وحش. انت عارف المشكله الحقيقيه في ان احنا دايما بنتخيل ان التغيير اللي ممكن نعمله هيبتدي بقفزه كبيره او تغيير ملحوظ جذري فجأة يخلي كل الناس تستغرب ازاي ده حصل، لكن الحقيقة مش كده. التغيرات الغير ملحوظة في البداية هي اللي بتؤدي لنتائج كبيرة في النهاية. الكاتب جيمس كلير بيقول Success is the product of daily habits, not once in lifetime transformations. يعني النجاح هو نتيجة عادات يومية، مش تحول كبير ضخم بيحصل في حياتك مرة واحدة بس. في جراف مشهور قوي في القصة دي اسمه Valley of Disappointments، يعني وادي الإحباطات. ده الكيرف اللي بيمثل اعتقادك لما بتيجي تمارس عادة جديدة او تتعلم حاجة جديدة. انت بتبقى متخيل ان الكيرف بتاعك هيطلع بشكل مستقيم وصاروخي كده، ولكن في الحقيقة الكيرف بتاعك بيطلع بالمنظر ده. بيفضل فترة كبيرة في الاول انت مش ملاحظ اي تغيير اساسا، وبعد وقت معين بتبتدي تلاحظ التغيير او نتيجة اللي انت بتعمله. الحتة اللي في النص دي بقى ما بين ما انت متوقعه واللي انت فعلا بتحققه على ارض الواقع اسمها وادي الاحباطات، Valley of Disappointments. ودي الحتة اللي بيقع فيها أغلب الناس اللي بتيجي تمارس عادة جديدة أو بتحاول تبطل حاجة قديمة، لأن هو بيبقى متخيل إن هو هينطلق بسرعة الصاروخ، ولكن في الحقيقة إنه بيقعد أول فترة من ممارسته للعادة الجديدة دي هو تقريبا مش شايف أي إنجاز يذكر، وبالتالي بيقع في فخ الإحباط، وده بيخليه يبطل اللي كان بيعمله. جيمس كلير برضو بيقول لك إنك لازم تعرف الفرق ما بين الأهداف الجولز وما بين النظام السيستم. الفكرة ببساطة مش في الأهداف، لأن الناجح اللي قدر يطور من نفسه ويعمل حاجة يفتخر بيها والفاشل اللي ما قدرش يعمل حاجة أصلا، الاتنين كان عندهم أهداف. ولكن الفكرة في النظام، في السيكونس اللي أنت بتمشي عليه عشان توصل للهدف اللي أنت عايزه. الهدف قادر يلهمك في لحظتها، ولكن النظام هو اللي هيخليك تقوم وتخطط إزاي توصل للهدف ده. فإن أنت مش قادر تبطل عادة سيئة مش السبب أنت شخصيا، السبب هو تكرار العادة السيئة دي كل يوم. وعشان تتغلب عليها واحدة واحدة، ومن هنا جه اسم الكتاب أصلا، لازم تبتدي تدخل حاجات إيجابية صغيرة كل يوم لحد ما برضو تبتدي تتعود على العادات دي، وهي دي العادات الذرية، الاتوميك هابتس اسم الكتاب. وبيوضح لك بقى في الكتاب ليه أصلا اتسمت الاتوميك هابتس أو العادات الذرية. الكاتب بيقول لك just as atoms are the building blocks of molecules, atomic habits are the building blocks of remarkable results. يعني زي الذرات ما هي الوحدة البنائية للجزيئات، العادات الذرية هي الوحدة البنائية للنجاحات الكبيرة اللي انت نفسك فيها. طب نيجي بقى للسؤال المهم، ايه هي خطوات اكتساب العادة، او بصيغة تانية ايه اللي بيخلي الحاجة اللي انت بتمارسها دي تتحول الى عادة؟ هم 4 حاجات. اول حاجة وهي الاشارة، وتاني حاجة هي الاشتياق، وتالت حاجة هي الاستجابة، ورابع حاجة هي المكافأة. هدي لك مثال. الاشاره مثلا انك حسيت انك محتاج تفصل دماغك من كتر الشغل اللي وراك. الاشتياق هو انك عايز تمسك موبايلك تفتح التيك توك تشوف شويه فيديوهات. الاستجابه انك فعلا مسكت موبايلك وفتحت التيك توك وقعدت تقلب في شويه فيديوهات. المكافاه حسيت بعد شويه فعلا ان دماغك فصلت وانك نسيت احباط وضغط الشغل شويه. وكل ما اتكررت الدوره دي كل ما الموضوع ده بقى عاده عندك. فالموضوع كله بيبتدي من الاشاره. فعشان كده اول حاجه خالص لازم تبقى عارف ايه هي الاشاره اصلا اللي بتجيلك بتخليك تعمل العاده او الاستجابه اللي انت محتاج تبطلها. طب نيجي بقى للمهم والكلام اللي يغير. ازاي ممكن اخلي الحلقه بتاعت اكتساب العادات دي تشتغل لصالحي، اكتسب بيها العاده اللي انا نفسي فيها وابطل بيها العاده اللي انا مش عايزها؟ جيمس كلير في الكتاب جاب لك من الاخر، قال لك في 4 قوانين نعملهم وازاي كمان نعملهم. يعني الراجل ما قصرش معانا في حاجه. اول قانون اسمه ميك ات اوبفيوس او خليه واضح، وده معناه ببساطه خليك واضح مع نفسك. وبيقول لك في القانون ده حاجه حلوه قوي تساعدك، انك ممكن تجيب ورقه واكتب فيها كل حاجه انت متعود تعملها كل يوم، وحط جنب كل عاده من اللي انت كتبتهم 3 حاجات، يا اما ايجابي او سلبي
او معتدل. انت في المرحله دي مش بتغير حاجه، انت في المرحله دي بتقرا الوضع بس. وهنا في مقوله في الكتاب من اروع ما يكون بتقول لك until you make the unconscious conscious it will direct your life and you will call it fate. يعني لغايه ما هتخلي اللاوعي بتاعك واعي باللي بيحصل، فاللاوعي ده هو اللي هيوجه حياتك، وانت هتبقى فاكر طول الوقت ان ده قدرك. الحاجه الثانيه في الوضوح اللي ممكن تساعدك تكتسب عاده جديده، وهو انك تستخدم المعادله دي. انا هعمل التصرف الفلاني في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. يعني مثلا ما تجيش تقول انا يوما ما هبقى مثقف، وبعدين يعني هتبقى مثقف ازاي؟ لكن تيجي تقول انا هقرا كل يوم 20 صفحه الساعه 5 الظهر في البلكونه. الحاجه الثانيه كمان اللي ممكن تساعدك في العاده الجديده اللي انت عايز تكتسبها دي، انك تربط العاده الجديده دي بحاجه انت بتحبها. انا هقرا 20 صفحه وانا بشرب كوبايه القهوه بتاعتي، ودي حاجه اسمها ستيكينج هابتس او تجميع العادات، وده انت بتعمله من باب انك بتشجع نفسك. حاجه كمان لازم تاخد بالك منها، وهي انك بتتاثر بالمحيط بتاعك اكتر من قوه دوافعك. يعني مثلا انت في البيت ممكن ما تبقاش قادر انك تلعب رياضه لان البيت ضيق او غير مؤهل لده مثلا، او انك مش عارف تقرا في البيت مثلا لانه زحمه وزيطه. بس لو رحت بيئه مؤهله لده زي الجيم مثلا، او زي اوضه فاضيه انت بس اللي فيها بعيده عن الزيطه عشان تعرف تقرا فيها، ساعتها هتقدر تبتدي تمارس العاده اللي انت عايز تعملها. والموضوع ده بيساعدك في جزئين. اول جزء انه بيخلي العاده الغير مرغوب فيها او اللي انت عايز تبطلها بعيده عن نظرك، وفي نفس الوقت بتخلي العاده المرغوب فيها واللي انت عايز تكتسبها قريبه منك او سهله بالنسبه لك. ممكن تعمل رفين زي مكتبه كده وتحط عليهم كتب يبقوا في وشك طول الوقت. عايز تعود جسمك انك تشرب ميه اكتر كل شويه، خلي فيه ازازتين 3 جنبك في الاوضه على طول. فمن الاخر السياق اللي انت محوط نفسك بيه هو اللي بيخلي الاشارات عندك تدفعك انك تعمل الاستجابه اللي انت عايزها، وفي نفس الوقت تخلي الحاجه اللي انت عايز تبطل تعملها بعيده عنك. يعني مثلا انت عايز تخس، ما تجيبش حلويات وتحطها في الثلاجه. عايز تسيب الموبايل وتبتدي تعمل حاجه تنجز بيها وقتك بصوره احسن، حط الموبايل في اوضه بعيد عنك، ما تخلوش جنبك. تاني قانون وهو اسمه ميك ات اتراكتيف او اجعلها جذابه. كل ما توقعت انك هتتكافئ اكتر كل ما عملت الحاجه دي اكتر. طيب هي دماغنا بتكافئنا ازاي اصلا؟ عن طريق حاجه اسمها هرمون الدوبامين، هرمون السعاده والنشاط. انت لما بتيجي تاكل تيك اواي مثلا، او بتفتح التيك توك تشوف شويه فيديوهات انت عايزها، او بتعمل اي حاجه تبسطك عموما، كل ده بيضرب دوبامين في دماغك. ده الاكبر من كده كمان انه بمجرد التفكير في حاجه انت بتحبها خلاص على وشك انك تعملها، ده هيزود الدوبامين في دماغك. يعني مجرد التفكير بس مش انك تعملها بيزود الشراره بتاعه الدوبامين في دماغك، وبالتالي مع الوقت ده بيخليها عاده عندك. فالرغبه هي اللي بتخلينا نعمل الحاجه دي في المقام الاول. ومن هنا يجي الحل، عن طريق ان احنا ممكن نربط العاده اللي احنا عايزين نكتسبها بالعاده اللي احنا اصلا بنحبها. انا مش هشوف المسلسل بتاعي اللي انا متعود اشوفه كل يوم غير لما العب نص ساعه رياضه. وده مبدا قاله البروف ديفيد بريمان: more probable behaviors will reinforce less probable behaviors. يعني التصرفات الاكثر احتماليه انك تعملها او متعود انك تعملها هتعزز موقف التصرفات اللي انت عايز تعملها، فده هيبقى مربوط بده. وممكن يساعدك في حاجه زي كده هي المجموعه اللي انت محوط نفسك بيها، زي موضوع السياق اللي انا قلت لك عليه القانون اللي فات. يعني مثلا انت في شله كلها فت وكلهم بيروحوا الجيم، هتلاقي نفسك زيهم، هتلاقي نفسك مع الوقت ابتديت تروح الجيم معاهم. لو رحت ريدنج كلاب مثلا هتلاقي نفسك مع الوقت ابتديت تقرا معاهم ومواظب على القرايه اكتر. ثالث قانون اسمه ميك ات ايزي، خليها سهله، وده عن طريق تكرار الحاجه دي. التكرار هو المفتاح السحري اللي بيخلي اي حاجه سهله، وده عن طريق حاجه اسمها reducing friction او تقليل الاحتكاك. يعني مثلا لو انت خدت قرار انك تروح جيم، وقررت انك تروح جيم بعيد عن بيتك بنص ساعه، فغالبا مع الوقت المشوار ده هيخليك تكسل وهتبطل تروح. لكن لو نقيت جيم قريب من بيتك ب5 دقايق بس، فانت غالبا هتروح لان المشوار سهل. كل ما زادت كميه الطاقه المطلوبه لفعل الشيء كل ما قلت احتماليه حدوثه. فعشان كده سهلها على نفسك، اختار الحاجه السهله اللي تقدر تعملها. وهكذا العكس بالنسبه للعادات اللي انت عايز تبطلها، كل ما زاد الجهد المطلوب انك تعمل الحاجه دي كل ما هتبطل تعملها او هتكسل تعملها. رابع قانون والاخير make it satisfying، خليها مرضيه بالنسبه لك. احساس الرضا والسعاده ده اعتبره رساله من دماغك بتقول لك اعملها مره كمان. لما بتحس بمتعه لما بتيجي تعمل حاجه معينه، دماغك بتتسيستم ان هي بتبقى عايزه تعمل نفس الشيء ده عدد مرات اكتر عشان توصل لنفس الاستجابه الكويسه اللي حسيتها في المرات اللي فاتت. بيقول لك هنا انك ممكن تراقب التقدم بتاعك عن طريق حاجات ملموسه. يعني زي مثلا لو انت شغال في المبيعات، كل بيعه تباعها حرك حاجه في اوضتك من مكانها، وتفضل هكذا لغايه ما تلاقي انك نقلت حاجات كتيره من مكانها لمكان تاني. ودي طريقه عشان تقدر تلاحظ التقدم اللي انت بتعمله او نتيجه الحاجات اللي انت بتعملها. وبيجي في الاخر الكتاب بينصحك نصيحه هي الاهم على الاطلاق، وهي انه عادي جدا ان يجي عليك يوم يبقى مودك وحش، مقريف،
ما عندكش الطاقه الكافيه انك تعمل الحاجه اللي انت متعود عليها، او حتى انه يحصل لك ظرف طارئ يمنعك انك تعمل الخطط اللي انت كنت مخططها، فده عادي وبيحصل ومش مشكله. فالنصيحه هنا انه بيقول لك انه لو حاجه من الحاجات دي حصلت ما تكسرش العاده بتاعتك. بمعنى انك مثلا لو متعود تقرا 50 صفحه كل يوم، لو النهارده حصلت حاجه منعتك من انك تقرا ال 50 صفحه دول، مش ما تقراش خالص، اقرا ان شاء الله 5 صفح بس. دونت بريك ذا تشين، ما تكسرش ابدا حلقه الوصل اللي انت ماشي فيها. وبيقول لك مقوله حلوه قوي ممكن تفهمك الحته دي اكتر: lost days hurt you more than successful days help you. يعني الايام اللي ضايعه ممكن تاذيك اكتر من الايام الناجحه اللي انت عملت فيها حاجات انت عايزها. وبكده يبقى عندك 4 قوانين يساعدوك: make it obvious، make it attractive، make it easy، make it satisfying. وخامس حاجه انك تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.